18 لو نجح الاهلي تاريخيا سيواصل تعزيز ارقامه القياسيه، معظم ارقام البطوله مسجله باسم الاهلي، على اكثر فوزا باللقب، على اكثر وصولا للنهائي، على اكثر لاعبا لهذه البطوله، على اكثر تحقيقا للانتصار، على اكثر وصولا الى الدور نصف النهائي، والاكثر الاكثر الاكثر دائما. القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، سجلها ولد معلول، سجلها علي معلول، ملك الحلول، وي علي وي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين نادي القرن في كل مكان، ازيكم وعاملين ايه؟ معاكم اخوكم ابو يوسف، حلقة جديدة وهنرد فيها على الاعلامي الكويتي. قبل ما نتكلم عن محتوى الحلقة النهارده، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. الاهلي يدرس تقديم شكوى ضد الحكم الجابوني. زيزو يرفض المشاركة في اي مباراة لحين سداد باقي مستحقاته. تعادل بيراميدز والجيش الرواندي في مباراة الذهاب. اعلامي كويتي يسب الاهلي، فجر يعيسون في الارض فسادا. يا ريت قبل ما نتكلم على محتوى الحلقة دي، كل اللي يشوف الفيديو ده يعمل له مشاركة عشان هيبقى فيه رد على الاعلامي الكويتي اللي سب النادي الاهلي. الاهلي يدرس تقديم شكوى ضد الحكم الجابوني. يدرس النادي الاهلي تقديم شكوى الى الكاف ضد الحكم الجابوني بيير اتشو. تأتي هذه الخطوة بعد تحكيمه لمباراة الاهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الافريقي التي انتهت بفوز العاصمة الجزائري بهدف جاء من ركلة جزاء غير صحيحة تم احتسابها الحكم اتشو، وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة للاعب محمود كهربا. ويعبر النادي الاهلي عن استيائه من اداء الحكم الجابوني، ويروج لفكره تقديم شكوى رسميه ضده. وفقا لمصادر داخل النادي الاهلي، كان اداء الحكم غير مقبول ولا يتوافق مع مستوى المباراه، كما انهم يشككون في اختيار الحكم الجابوني لهذه المباراه. اولا، احنا نتمنى ان الاداره تقدم شكوى فعليا، ما يكونش كلام بس. يعني مش زي احنا هننسحب من الدوري، مش زي احنا هننسحب من الكاس. اي تصريح احنا نقوله بصفة تهديد للكاف او الاتحاد المصري ويتم الرد علينا من الكاف او الاتحاد المصري، فاحنا نرجع في القرار بتاعنا. لا، احنا لازم ادارة النادي الاهلي تاخد موقف قانوني ولا تراجع فيه، عشان احنا بصراحة الكيل طفح. زيزو يرفض المشاركة في أي مباراة لحين سداد باقي مستحقاته، وهي 50% باقي مستحقات الموسم الماضي، بالإضافة إلى 25% مقدم الموسم الحالي. ثم تدخل ممدوح عباس في إنهاء أزمة أحمد سيد زيزو وصرف جميع مستحقاته. أحمد سيد زيزو رفض المشاركة في أي مباراة رسمية لنادي الزمالك، وبالفعل ما شاركش في المباراة بتاعت ارتا سولار لحد ما تدخل ممدوح عباس لحل الازمة ودفع له باقي مستحقاته من جيبه الخاص. تعادل بيراميدز والجيش الرواندي في مباراة الذهاب. أهدى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق في رواندا درع النادي للسفارة المصرية في العاصمة الرواندية. طب والدرع ده السفارة المصرية هتعمل بيه ايه؟ وبعدين ايه الاعتزاز بدرع بيراميدز؟ انت عملت ايه اصلا عشان يبقى ليك درع الناس تعتز بيه او تهادي بيه؟ الكلام ده لما يبقى انت عندك بطولات، عندك 10 15 20 بطولة كده على القد تعرف تهدي درع، انما انت لسه 0 بطولات، تهدي درع ايه؟ اعلامي كويتي يسب الاهلي، فجرة يعيسون في الارض فسادا. هاجم الكاتب الكويتي خالد الخيل الدوسري على حسابه على موقع اكس التواصل الاجتماعي تويتر سابقا النادي الاهلي، موجها اليه سبابا واضحا، وقال عبر حسابه نصا:
العيب ما يطلع إلا من أهل العيب. نكمل النص وبعد كده هنعلق على كلامه. وتابع كالعادة فاضحين مصر بكل المحافل الرياضية لأنهم لا يعرفون بأن الرياضة فوز وخسارة. وأردف اليوم انكشف الأهلي المصري أمام فريق ناقص نص لاعبيه ومع ذلك لاعبهم على الشناكل. لاعبهم على الشناكل. انت عرفت منين الشناكل دي؟ يعني انت وبعدين مين خالد ابا الخيل ده ولا مين ده؟ انا عمري ما سمعت عنه بصراحة قبل كده. المهم قبل ما نتكلم عن خالد الاعلامي الكويتي احب اقول لكم بس ان بعد ما دورنا وصلنا ان خالد ده اساسا زملكاوي. وطبعا كلنا عارفين ليس على الزملكاوي حرج. الاعلامي وصف النادي الاهلي بالفجرة. وصفهم بالفجرة وقال ان العيب ما يطلع الا من اهل العيب يا اهلي. فعلا انت في التصريح بتاعك ده فعلا انا بتفق معاك على نقطتين انت قلتهم، انا بتفق معاك فيهم. اولا ان العيب ما يطلع الا من اهل العيب، وبالتالي طبعا انت لسانك مش بينزل شهد ولا بينقط سكر، يعني المفروض تكون فهمت. عشان توصف الاهلي بالفجرة يعيشون في الارض فسادا وتوصفوا ان هم فاتحين مصر بكل المحافل الرياضية، العيب ما يطلع الا من اهل العيب. لا، هي ما بتنقلش كده عندنا، بتنقل عندنا العيب لو طلع من اهل العيب ما يبقاش عيب، فبالتالي مش عيب الكلام اللي انت بتقوله. ده رقم واحد. فاحنا مش هناخد لك على كلام، يعني ليس على الزملكاوي حرج. فاتحين مصر. اما بخصوص بقى احنا فاتحين مصر بكل المحافل الرياضية لانهم لا يعرفون بان الرياضة فوز وخسارة. برضه انا بتفق معاك في النقطة دي، لان الاهلي الوحيد اللي ما يقتنعش ان الرياضة في مصر فوز وخسارة. الاهلي بيقتنع بالفوز فقط لا غير. ده اللي احنا متعودين عليه وانت عمرك ما هتشوفه طبعا. دي حاجة بعيدة عنك، يعني في فرق زمني شاسع على بال ما تعرف الفرق ده. اولا موضوع فاتحين مصر ده احنا هنتكلم عليه، بس هنكمل بقى الخطاب بتاعك. اليوم انكشف هذا الاهلي المصري امام فريق ناقص نص لاعبيه ومع ذلك لاعبهم على الشناكل. حلو. بالنسبة بقى للفريق اللي فاضح مصر، تيجي بس نشوف الاول كده بطولات النادي الاهلي اللي فاضح مصر، اللي هو قسم بطولات النادي الاهلي بعدد بطولات الدوري الكويتي كله. بطولات النادي الاهلي ده بعدد بطولات النادي، ده احنا كده هنظلم النادي الاهلي طبعا. بطولات النادي الاهلي احنا لو قعدنا 100 سنة عشان الدوري الكويتي يجيب نص بطولات النادي الاهلي مش هيحصل. طبعا الكلام كله ان البطولات دي هنخش بقى في مقولة ايه، 12 حلال احسن من 40 حرام والكلام ده كله. هنتكلم برضو في النقطة دي. اول حاجة، وصل عدد الالقاب الرسمية التي حققها النادي الاهلي في جميع البطولات 43 لقب في الدوري المصري، اولها في موسم 1948 1949 واخرها موسم 2022 2023، وهو البطل التاريخي للمسابقة بفارق 30 لقب عن غريمه تقليدي. 30 لقب بينه وبين الوصيف بتاعي. ده يتقال عليه وصيف ازاي؟ دي نقطة. وحقق الاهلي لقب الدوري المصري 8 مرات في اخر 10 مواسم، بينما تمكن الزمالك في موسم 2014 2015 وموسم 2020 و2021 وموسم 2021 و2022 من كسر هذه الهيمنة المطلقة اللي انت طبعا ما تعرفش عنها حاجة.
وحقق الاهلي ايضا عده القاب في بطولات توقفت، مثل دوري منطقه القاهره الذي فاز به 15 مره في الفتره من 1924 الى 1958. ولقب الجمهوريه العربيه المتحده اتحاد مصر وسوريا، دي لقب العربيه، لقب الجمهوريه العربيه المتحده اللي هي اتحاد مصر وسوريا، الذي فاز بها الاهلي مره واحده عام 1961. ده احنا بنتكلم على القاب محليه بس. عدد بطولات الاهلي في كاس مصر: تمكن النادي الاهلي المصري من التتويج بلقب كاس مصر 38 مره، وهو اكثر الفرق تتويجا بالبطوله، بينما حل وصيفا 16 مره. بطولات الاهلي في السوبر المصري: حصل النادي الاهلي على بطوله كاس السوبر المصري 13 مره في تاريخه، وهو اكثر الفرق مشاركه في المسابقه عبر التاريخ، بفارق كبير عن الزمالك اقرب منافسيه. فاز المارد الاحمر بالبطوله 13 مره، كانت الاولى في 2003 والاخيره في 2022، فيما خسر مباراه السوبر 4 مرات، كان اخرها في 2022. عدد البطولات: الدوري المصري، اسمع يا خالد، الدوري المصري 43، كأس مصر 38، السوبر المصري 13، كأس السلطان حسين 11، دوري منطقة القاهرة 16، كأس الاتحاد المصري 1، بطولة الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية العربية المتحدة اللي هي مصر وسوريا مرة واحدة. عدد بطولات الأهلي المحلية وصلوا ل 123 بطولة. بالنسبة بقى للبطولات الأفريقية: دوري أبطال أفريقيا 11، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقي 8، كأس الكؤوس الأفريقية 4، البطولات الأفريقية 24 بطولة. عدد بطولات الأهلي خلال تاريخه 148 بطولة، يعني بتاريخ دوري الكويت كله. ويجي واحد يقول لي اصل ده فاضح مصر. طيب بالنسبه للي فاضح مصر اللي عنده 43 دوري، ده اللي مشرف مصر عنده كام دوري؟ عنده 14 دوري. هتقعد بقى تكلمني عن الحكام وعن الفار وعن الاتحاد الكوره وان العالم كله متواطئ مع الاهلي عشان يعليه. طيب حضرتك لو احنا بس ندي مخنا 5 دقايق تفكير بس، انت اتكلمت دلوقتي على ان الاهلي الحكام معاه. طب انا هوافقك في الرأي، الاهلي الحكام معاه. الزمالك فين من بطولات افريقيا؟ الزمالك فين من بطولات افريقيا؟ ولا الحكام برضو مع الاهلي؟ طب لو الحكام مع الاهلي، الزمالك فين من كاس العالم للانديه؟ هل برضو الحكام اللي هتيجي في كاس العالم للانديه مع الاهلي؟ ايه يا عم، هو العالم كله مع الاهلي ضد الزمالك؟ ليه؟ هي كده، الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره، او الشجره المثمره يقذفها خالد بالحجاره. تمشي كده وتمشي كده برضو عادي يعني. بس عامه كلامك ده ولا هيقلل مننا ولا هيزودنا ولا يعنينا في شيء. اما بالنسبه ان الفريق اللي كان بيلعبنا ولعبنا على الشناكل ده، اللي كان نص اللعيبه بتاعته ناقصه، لعبنا على الشناكل باماره ان هم ما جاش ليهم ولا ضربه ركنيه، والاهلي 11 ضربه ركنيه. فعلا كان لعبنا على الشناكل. شناكل ايه دي؟ ده شكلها كده بقى شناكل صيني من اللي بتبوظ بسرعه. دي شناكل صيني اللي كان الفريق الاتحاد العاصمه بيلعبنا عليها، كانت شناكل صيني فكانت بايظه بسرعه. والله بعد عدد البطولات اللي انا قلته ده واللي الناس كلها شايفاه وشايفه تاريخ الاهلي، العالم كله بيشهد بيه، اكثر تاني نادي في العالم حاصل على بطولات. معلش انا عذرك والله، عشان في الكويت مفيش كوره اساسا. يعني في الكويت مفيش كوره. هنسمع بس الفيديو، وانت بنفسك اللي قلت كده، نسمع بس الفيديو ده ونرجع لكم تاني.
ايش رايك في هالكلام في قضيه المحترفين؟ رايك في المحترفين؟ من سخرية القدر ان اغلب محترفينا احنا وحظك. ايه صح. دائما نجيب المحترف بموجب سديات معينه، لا شفناه يلعب، لا عرفناه، لا شيء. ودائما نتفاجئ بواقع مرير ان المحترف هذا لما اجيبه بمبالغ كبيره مو شرط انه ينجح عندي. القى لاعب عادي او اقل من عادي. لما اجي اقارن انا ما بين المحترفين كلهم راح تلقى كلهم تقريبا مثل بعض. مثل متى حسينا بالفرق؟ لما عمر مثلا برز وراح. عمر بالبدايه كان محمد ابراهيم ما يبي ما يلعبه. ضغطنا وتكلمنا وقلنا اخر شيء بدا يلعبه برز. المدرب ما يبي، بس هو ترى لاعب منتخب لو هو لاعب. انا عارف شلون فرق الوضع الحين لما شفنا جمعه سعيد لاعب السالميه. خل انا اتكلم على مهاجم هنا. لما اشوف لاعب بالطريقه هذه الساعه انا راح اقول كل المهاجمين اللي عندنا بالكويت ما ينفعون. لان هذا اللاعب اذا بغيت اجيب لاعب ومحترف واميزه على لاعبيني المحليين اجيب لاعب مثل هذا او غير كذي ما ينفع. ايه رايك في الكلام اللي انت قلته؟ محترفينا انت وحظك. ليه المحترفين اللي انتوا بتجيبوها؟ يعني مش نادي بعينه، لا ده محترفين الدوري الكويتي كله. انت وحظك وما عندكوش مهاجمين. ليه؟ عشان انتوا اساسا ما عندكوش كوره. والله ما عندكوش كوره، ومش تزعل مني، انت لا تفقه شيء في الكوره. انت لا تفقه شيء في الكوره، ده الطبيعي. اما بخصوص بقى الشعبيه بتاعت الاهلي وبتاعت الزمالك، وان كان الاهلي عنده 50% او 50 مليون في مصر، احنا عندنا 300 مليون في الوطن العربي بيشجعوا نادي الزمالك. وهنسمع الفيديو ده من لاعب زملكاوي سابق بيقول ايه على شعبية النادي الاهلي. رأيك ايه في الجدل اللي في الفترة الأخيرة؟ شعبية الأهلي أكتر، لا شعبية الزمالك أكتر، لا شعبية الزمالك أكتر في الخليج، وشعبية الزمالك أكتر في الخليج لكنها أقل في مصر، لا شعبية الأهلي أكتر. يعني ما دي حلاوة الكورة. وطفت وشفت حاجات كتير. ده حلاوة الكورة. ما اكيد طبعا. يعني انت دايما طول ما انت قاعد مش عايزه اللي يقعد يستريح. الكورة عايزه القلق. صحيح. سواء في اعلام، في ميديا، في ملعب، في جماهير. مش الكورة هي دي حلاوة الكورة، ان انت تبقى قلقان. فالكلام ده بتشوف ايه؟ بتشوف الشعبيتين متساويتين؟ لا. لا الاهلي اكتر. الاهلي اكتر. بنسبة قد ايه مثلا؟ كم؟ الاهلي لما بياخد بطولات بيبان جماهيره، والزمالك ما بياخد بطولات بتبان جماهيره. ودي دي حاجه يعني عايز اقول ده واقع. ايه رايك يا ابو الخيلي؟ ابو الخيلو، ايه رايك؟ تصريح كابتن فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بيقول لك الاهلي شعبيته اكتر. انت مين عشان تقول ان الزمالك شعبيته اكتر؟ بصراحه بعد اللي احنا شفناه ده واللي احنا سمعناه وعدد البطولات بتاعت النادي الاهلي، اي حد هيتكلم عن النادي الاهلي ان هو ما بيشرفش مصر او فاضح مصر ملوش عندي غير رد واحد: انت اهبل وريالتك ماليه طشت. وبعدين الزمالك فين من افريقيا؟ ده طول عمره بيطلع حصاله المجموعه يا بالخيلي. انت ايه؟ هو خلاص يعني مفيش خيشه خالص مفيش خيشه، بقت بجاحه كده عالمي. مقارنه بس بسيطه بين الاهلي وبين الزمالك، وهفضل اقولها: ازاي طالب ساقط في الابتدائي يقارن نفسه بمعيد في الجامعه؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.